ايه بقى في ايه؟ خلينا نعرف نشتغل. الله، الاهلي براسين في الحلال يفتح الجيم ويسيطر تماما على القمه ويحقق ال3 نقط ب3 اهداف ويبعد بالصداره بعيد بعيد. تابعوني انا صاحب الكوره وتحليل ذكاء كولر في مواجهه نوم فيريرا في العسل. اهم حاجه ركز عليها كولر، ودي فيها نوعا ما شبه شويه مباراه السوبر، ان ولا عمرو السيسي ولا امام عاشور ولا دونجا ثلاثي وسط الملعب اللي بيقدروا يخرجوا الزمالك بالكوره، محدش فيهم يستلم وشه للملعب، دايما يستلموا ظهرهم للملعب عشان يحصل الموقف ده. دونجا يتضغط عليه من قفشه، فدونجا يتكعبل في الكوره فما يلاقيش متنفس، فيعمل ايه؟ يغلط فناخد منه الكوره، زي ما حصل في زكريا الوردي في مباراه السوبر. بيحصل بنفس الطريقه. هنا دونجا استلم الكوره، قفشه لاعب 10 ما بيضغطش على قلب الدفاع في الحاله دي، هو بينزل يقفل على دونجا عشان يمنعه من انه يستلم ويبقى كاشف الملعب فيغلط، فيقدر الاهلي يفتك الكوره ويتحول على الزمالك. مش دونجا المره دي اللي بيستلم، لا المره دي اللي بيستلم عمرو السيسي. نفس الفكره، حمدي فتحي سايب مكانه كارتكاز وطالع مع عمرو السيسي. النهارده تقدر تقول ان الاهلي لحظه بناء الهجمه للزمالك كان يعتبر بيلعب مان تو مان، ان كل لاعب مع واحد. هتلاحظ معايا هنا زيزو اللي بيخش لقلب الملعب داخل معاه علي معلول، مش ماسك الطرف والخط، لا هو داخل معاه لجوه. قفشه ماسك امام. بص هنا معايا الضغط اللي عامله حمدي فتحي على عمرو السيسي، غلط عمرو السيسي وافتك منه الكوره. ففي النهايه هو ده الهدف اللي انا هعمله، كل مره يستلم فيها وسط ملعب الزمالك الكوره في مناطق تحضير الهجمه. هنا زيزو هو اللي متنفس، هو اللي نزل بقى عشان يستلم الكوره، انا عايز الكوره في رجلي، طلع معاه علي معلول ما ادالوش فرصه، برضو زيزو بيستلم وظهره للملعب فنازل مش كاشف الملعب، ورط هنا دونجا في الكوره. وبص حمدي فتحي اللي عنده استعداد انه يضغط دايما على دونجا، مجرد ما زيزو ورط دونجا وسلم الكوره حمدي فتحي راح ضغط عليه على طول عشان ما يقدرش، يعني بمعنى اصح يعمل ستاره على دونجا فما يخلوش يقدر يستلم الكوره ويقدر ينقل الزمالك بشكل كويس. عشان كده الزمالك كان متلجم تماما في الشوط الاول. بتختلف الاماكن، الزمالك بيخرج من اليمين، بيخرج من الشمال، بيخرج من العمق، فكره واحده. محمد هاني نازل مع مصطفى شلبي اللي نازل يطلب الكوره، حسين الشحات ضاغط على عبد الشافي بيضطر انه يلعب الكوره الطويله لمين؟ لسيف الجزيري اللي بيخش في المساحه اللي بيسيبها مصطفى شلبي، او امام عاشور احيانا اللي بيخترق في الحته دي عشان يستلم الكوره في ظهر مصطفى شلبي او ظهر محمد هاني اللي بينزل مع مصطفى شلبي. هنا امام عاشور لما راح استلم الكوره في ظهر مصطفى شلبي ومحمد هاني اللي سحب اللي نزل مع مصطفى لتحت، بص امام بيستلم ازاي؟ ظهره للملعب برده، وشه للخط. طب انت هتعمل ايه وانت وشك للخط؟ مفيش امل، بقيت بتلجا انك تلعب الكرات الطويله. هنا خالد عبد الفتاح مرحل عشان يامن ظهر محمد هاني اللي عمل جيم كبير جدا النهارده سواء محمد هاني او خالد عبد الفتاح. حتى لما الزمالك كان بيتحول هجوميا اللي هو لعيبه الاهلي طالعه بتضغط، هنا انت بتتكلم في 3 4 5 6 7 8 لعيبه في وسط ملعب الزمالك في مرحله بناء الهجمه او في مرحله هجوميه. بص تحول الزمالك بيتحول على مين؟ على سيف الجزيري اللي بينزل من تحت، بينزل كمهاجم، بينزل يستلم الكره من تحت. بص مين اللي نازل معاه؟ نازل معاه لبعد نص الملعب خالد عبد الفتاح، مان تو مان. مفيش لعيب من الزمالك هيقدر يستلم الكره مستريح، كل لعيبه الزمالك هتستلم ظهرها للملعب عشان تقتل خطورتهم تماما. ففعلا وانت بتتفرج تحس ان الاهلي مش بيلعب الزمالك، بيلعب فرقه ثانيه خالص. هجوميا كان في مشكله كبيره للاهلي في الشوط الاول للامانه. هنا علي معلول لما زاد في الحاله دي، بص محمد هاني مش مكمل هجوميا، لا هو رابط او مأمن الملعب عشان يعملوا توازن. هنا رقابه مان تو مان على عبد القادر من حمزه المسلوسي، وهنا قافل عليه كمان عمرو السيسي. حسين الشحات في زحمه كبيره، كهربا لوحده في عمق الملعب. في النهايه لما الكره بتتلعب العرضيه من معلول مفيش غير كهربا، الحته دي فاضيه تماما. عشان كده الاهلي في الشوط الاول تقريبا ما كانش فيه خطوره تقريبا اغلب الوقت، الى ان فكر كولر بفكره ذكيه جدا، مستغلا ان الزمالك بقى بيغير اسلوبه من 3-4-3 الى 4-3-3. هنا انت عندك باك قلب دفاع وباك، هيبقى يعني عندك 2 بس في عمق الملعب، 2 مع وجود واحد زي كهربا خطورته هتقل لان في 2 مراقبينه. انما لما اعمل كاني بلعب 4-4-2 بس انا فعليا بلعب 4-2-3-1، هنا هفاجئ الزمالك، هنا هعمل خلل دفاعي للزمالك، وهنا هعمل شوشره وش في دماغ فيريرا. بص كهربا اللي مستلم قلب الدفاع الثاني، وبص مين اللي بيشاور وبيطلب الكوره في المساحه وعنده جرأه وشخصيه ونضج تكتيكي كبير جدا، حمدي فتحي. ده بالمناسبه في الدقيقه 18 في الشوط الاول، قبل انا لسه ما اتكلمتش في اي حاجه خط تخص الشوط الثاني، انا بتكلم في الدقيقه 18 من الشوط الاول. بص معايا تاني بروفت الجول، حسين الشحات داخل في القلب، هنا كهربا مع قلب دفاع، هنا حمدي فتحي مكمل في ظهر كهربا، بقوا 2-2. فانت عمق الملعب خليت فيه توازن عددي، 2 من الاهلي على 2 من الزمالك، فعملت خلخله ودربكه كبيره للزمالك. فبص الكره دي يحصل فيها ايه؟ كهربا هنا سحب قلب الدفاع، حمدي فتحي انفراد صريح. لو حمدي فتحي هنا عنده المهاره والقدره اللي عند السوليه مثلا على سبيل المثال، يستلم الكره دي ويحطها مستريح عشان نبدا الشوط الثاني تكمله لنفس الفكره اللي ابتكرها مارسيل كولر عن طريق اللعيب اللي عمره ما يجي في دماغك تماما. حمدي فتحي ارتكاز 6 بتاعك هو اللي بيطلب الكوره في ظهر المساحه اللي بيخلقها له كهربا، لما بيسحب قلب الدفاع معاه بيطلع بيه لبره، بيفضي مساحه كبيره في قلب الملعب.
حمدي فتحي بيشاور انا عايز الكره في المساحه هنا، في المساحه الفاضيه دي. حسين الشحات بيرفع عينه وبيلعب الكره، حمدي فتحي مجرد ما بيستلم الكره الزناري اللي المفروض يبقى مراقب كهربا سابه. ما هي دي بقى منطقه تساؤلات، انت عملت دربكه وخلخله في دفاع الزمالك. انا شخصيا لما نزل مصطفى الزناري افتكرته قرا الفكره وهيلعب بثلاثه في الدفاع، انما هو ما عملش كده، هو فضل مستمر على 4 فلا دافع ولا هاجم. هنا حمدي فتحي بيمررها الكهربا عشان كهربا يولع الدنيا. انا لسه تعالى خد تعالى انت لسه مكملين. محمد شريف لما نزل قام بنفس ادوار كهربا، هي ايه؟ انه بيسحب المدافع عشان يموه، هو بيعمل بيها مناوره. بناور بكهربا مره، بناور بشريف مره، ولو كان نزل مهاجم ثالث كان هيعمل نفس المناوره. سحب المدافع، خلق مساحه بين قلبين الدفاع. حمدي فتحي بيتحرك وبيقطع بشكل طولي عشان يخش في المساحه الفاضيه. بص انا طالب الكره هنا، ايه انا طالب الكره، انا هتاخره. ايوه ده اوردر، ده لازم تدولي تمروني الكره في المساحه اللي متفقين عليها. استلم حمدي فتحي، سحب الدفاع، خلق مساحه كويسه لمحمد شريف اللي كان متراقب في بدايه اللعبه. جول. فاكرنا خلصنا؟ تعال بص حمدي فتحي ثالث مره بطلب الكره في المساحه. بص هنا اليو ديانج رفع وشه، مرر الكره لحمدي فتحي، خلق مساحه ما بين قلب الدفاع والباك، فبقى شريف في موقف 1 على 1 بدل ما كان كهربا في الشوط الاول في موقف 1 على 2. اتلعبت الكره العرضيه لشريف اللي في موقف 1 ضد 1، ما بقاش بتراقب باثنين، هو واحد بس، حطها في سقف الشبكه، خلص بقى الدنيا خالص وضمن ال3 نقط. واحد هيقول لك هو انت هتحلل لنا الجيم كله على الاهلي ولا ايه؟ طيب انا هقول لك جمله او هشرح لك حاله انت بنفسك هتعرف انا ليه ما اتكلمتش عن الزمالك النهارده. ده خالد عبد الفتاح قلب دفاع الاهلي، عدى ومكمل في نص ملعب الزمالك، هايل، ده لعيبه الزمالك افتكوها. طب كويس جدا. بص هنا شيكابالا بيجري بشكل طولي، بص هنا زيزو بيجري بشكل طولي، خالد عبد الفتاح اهو اللي هو مين؟ قلب دفاع الاهلي، ده مين؟ حمدي فتحي راقد في الارض. شيكابالا لا زال بيقطع بشكل طولي، زيزو لا زال بيقطع بشكل طولي، الاثنين بيجروا على الخط. طب بالنسبه للمساحه دي محدش من لعيبه الزمالك فكر انه يخترقها ليه؟ محدش من لعيبه ولا شيكا ولا زيزو فكروا هما الاثنين يقطعوا بشكل قطري لجوه الملعب عشان يستغلوا ان خالد عبد الفتاح لسه ما رجعش. حتى لعيبه الاهلي مفيش حد كلف خاطره انه يروح يقفل المساحه دي، انه يقف جنب رامي ربيعه عشان ولا شيكا اجبرك ولا زيزو اجبرك، كل واحد فيهم بيفتح الملعب. انتوا تفتحوا الملعب ليه؟ انما ده بيوريك ايه؟ بيوريك ان لعيبه الزمالك بره الجيم تماما، مفيش حد فيهم شاغل نفسه بالجيم. وبيوريك كمان ان فيريرا اخطا بان لما كولر لعب بذكاء وحط 2 في قلب الملعب اللي هم حمدي فتحي جنب كهربا وبعد كده جنب شريف، ما قراش الفكره. وزي ما قلت لكم لما نزل مصطفى الزناري توقعت انه فطن للفكره دي وهيقفلها تماما، الا انه استمر برضو على 4-3-3. انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا الجديده توصل لكم.